السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع في كويزين كيكا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومع وصفة جديدة لليوم اللي راح تكون دونات خفيفة وهشة بعجينة رائعة بدون بيض. الطريقة بالتفصيل راح تشوفوها معايا في هذا الفيديو. فقط ما تنسوش الجيم وتعليق ومشاهدة طيبة. نبداو حبيباتي بالمقادير. عندي هنا 4 كؤوس تاع فرينه، كاس تاع 250 مليلتر ما يعادل 600 غرام. عندي 4 ملاعق كبيره مملوءه تاع سكر عادي، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، عندي علبه ياغورت طبيعي، قشور حبه ليمون، حليب دافي باش نجمع العجينه تاعي، وعندي 50 غرام تاع زبده طريه تقريبا 2 ملاعق كبيره، وربع ملعقة صغيرة تاع الملح. عندي كذلك ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية وكيس سكر فانيلا. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحط مع الفرينة أولا خميرة الخبز والسكر، زيد معاهم سكر الفانيلا، نحركهم مع بعض. ندير هكذا حفرة، نحط الياغورت الطبيعي، طبعا يكون بحارة الغرفة. فوالا نحاول ندخلو مع الفرينة بهذا الشكل. نضيف فيما بعد قشور الليمون، دائما نحرك، ونضيف كذلك ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية هكذا. الملح ما نسيتوش، دائما نحطوه في الاخير. اذا هنا بسم الله نبدا نضيف الحليب الدافي بالتدريج حتى تلم معايا العجينه. أنا إذا نحط الملح، نكمل نجمع العجينة. نضيف كمية أخرى تاع الحليب، هيك راح تاخذ لكم تقريبا كاس وربع تاع الحليب. نتحصلوا على عجينه طريه تلصق شويه في اليد كما راكم تشوفوا. الاخير نحل هكذا العجينه تاعي ونحط الزبده. قلنا لازم تكون طريه باش تدخل بسهوله في العجينه. اذا راح ندخلها جيدا بهذه الطريقه. طبعا هنا اللي عندها العجانه تقدر تستعملها. اذا راح نعجن العجينه تاعي تقريبا 4 حتى 5 دقائق حتى تولي مساء وناعمه. شوفوا حبيباتي العجينه اللي لازم نتحصلوا عليها بيان ليس، طبعا تكون طريه. شوفوا ندهن الاناء تاعي بشويه تاع الزيت، نزيد كذلك ندهن العجينه من فوق، وراح نغطيها نخليها تخمر في مكان دافي تقريبا ساعه حتى يتضاعف الحجم تاعها، ونجو فيما بعد نشكلوها مع بعض. بعد ما خمرت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا تضاعف الحجم تاعها،
بسم الله. ننزلها بهذه الطريقه. لاحظوا معايا روعه العجينه اللي حضرناها. هنا اذا راح نحلها بسمك تقريبا 1 سنتيمتر ونقطعها الى دوائر. نجيب هذا الطابع تاع الدونات ونقطع دوائر بهذا الشكل. ننزع هذا العجين الزياده نستعمله فيما بعد. ننزع كذلك هذه الثقبه. نحضر ورقه تاع الطبخ نقطعها هكذا الى مربعات صغيره ونحط فوقها الدونات هكذا باش ما يفسدش الشكل تاعها. نحاول نزيد نفتح هذه الفتحه حصل على هذا الشكل. نحاول اذا نفتح هذه الفتحه جيدا ونحط الدونات تاعي فوق ورقه الزبده. بعد ما كملنا تشكيل الدونات تاعنا كيما راكم تشوفوا راح نخليهم يخمروا يتضاعف الحجم تاعهم ونرجعوا نقلوهم مع بعض. بعد ما خمروا الدونات تاعنا كيما راكم تشوفوا وتضاعف الحجم تاعها راح نقليها مباشره في زيت غزير اللي كنت سخنته على نار متوسطه. بسم الله. نحط مباشره الدونات بهذه الطريقه. هكذا غير بالعقل باش ما نفسدش الشكل تاعها. خليها اذا تتحمر وتتنفخ ونقلبها فيما بعد. ضروري ما تكونش النار قويه بزاف باش تطيب من الداخل. بعد ما تاخذ لون من التحت نرمي عليها الزيت مباشره كذا بسرعه ونقلبها هكذا ونزيد نخليها تتحمر على الوجه الثاني. بعد ما تطيب حبيباتي نحطها فوق ورقه باش تمتص كامل هذا الزيت الزياده. نزيد مجموعه الثانيه. بعد ما طابوا الدونات تاعنا وبردوا لاحظوا ما شاء الله شحال جاو خفاف. نحضر شوكولا نذوبها في حمام مائي نحط عليها 2 ملاعق كبيره تاع الزيت. فوالا ونحط الحبه تاع الدونات هكذا بهذه الطريقه ونخليها تنشف بجهه. فوالا نغطس الحبه تاع الدونات هكذا في الشوكولا. طبعا تزيينه حيكون حسب الرغبه. تقدروا تخلوها فقط هكذا بالشوكولا ولا تزينوها بحبيبات تاع العقاش ولا البيرميسل تاع الشوكولا. طبعا كل شيء حسب الرغبه. ها هو حبيباتي شكل الدونات تاعنا بعد ما طابوا وزينتهم بهذا الشكل البسيط. هنا كنت طليتهم بالشوكولا وزينتهم بهذه الطريقه. طبعا التزيين يبقى اختياري.
وبعض الحبات زينتها كيما زمان بالسكر العادي، رمدتها في السكر بكل بساطة. بسم الله، شوفوا شحال الجو خفاف. عجينة رائعة بدون بيض، سهلة جدا في التحضير كما تبعتوا معايا. بسم الله، نقسموا حبة مع بعض. لاحظوا معايا الروعة اللي تحصلنا عليها، كما راكم تشوفوا خفيفة واسفنجية. لاحظوا الطراوة تاعها، من اروع وانجح الوصفات. هذه ثاني اللي رمدناها في السكر. شوفوا حبيباتي، من اروع ما يكون. جربوها، راح نستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم. نلتقي ان شاء الله في وصفات جديدة. ابقوا اوفياء لقناتكم. تحياتي.